الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه فراخ تحفه. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا مكعب زبده وفيها معلقتين زيت كبار وفيها فصين مستكه، هسيبهم بس كده يقدحوا مع بعض. انا مجهزه عندي الفراخ، غسلاها كويس بالملح والخل والدقيق والجنزبيل. اسمى الورك 2، ممكن ليكم مطلق الحريه تعملوها كامله او تقطعيها. هديها صدمه كده بس. هحط رشه فلفل اسود وبابريكا. الفراخ خدت عندي صدمة من جنبين، هنشيلها من الطاسة. عندي بصلتين كبار عليهم رشة فلفل اسود، مقطعاهم بريلات رفيعة، شرايح رفيعة قوي. هسيبهم كده يتكرملوا مع بعض. عندي هنا نص معلقة ثوم مفروم، هنزل بيهم كده يتشوحوا مع بعض وريحتهم تطلع. عندي هنا كام قرن فلفل رومي على حامي، برضو ياخدوا تشويحة مع بعض. المنكهات اللي عندي سهله خالص، جنزبيل وبابريكا وملح حسب الرغبه وكزبره ورشه جوز الطيب وفلفل اسود وحبهان بودر، وكمان رشه كبابه صيني اللي هي البهار الحلو. هقلبهم كلهم كده مع بعض. عايزه اقول لكم الروايح تحفه بجد، قلب المكان. عندي طماطميتين بشراهم كده، وهنزل كمان بمعلقه كبيره دبس الرمان، واحط ورقه لورا وابتدي ارجع الفراخ. هزود نص كوبايه ميه واسيبها تاخد غلوه واحده، بعد كده افضيها في طاجن عشان يكمل سواها في الفرن. لو انت عايزه تكملي سواها في البوتاجاز من فوق مفيش مشكله، بس انا عايزاها تدخل الفرن وتاخد لون احلى وطعم كمان احلى. انا فضيتها كده في الصينيه اللي هدخلها الفرن، ومشغله الفرن عندي مسبقا، مش هغطيها عشان عايزاها تاخد لون حلو. هدخلها من ربع ساعه لتلت ساعه، لان اوريدي الفراخ تقريبا دخلت عندي في السوا، فمش هتاخد وقت معايا كتير. هطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. لها بعد ما كملت سواها، عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه، والفراخ كده دايبه دوب. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت طريقكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم بصفات تانية جديده.